السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المحشي، وهنعمل مع بعض ازاي نعمل احلى شوية شوربة لدكر البط، وازاي نسلقه. طبعا الدكر ده انا مش شارياه، جاي لي هدية. فانا كنت حابة ان انا اشويه، بس قلت اسلقه علشان يعني دايما بعمل اوردرات مشوي وكده. فقلت علشان برضو اوريكم طريقة سلق البط ازاي، وازاي نطلع منه شوية شوربة حلوين جدا، وازاي نطلعه مستوي حلو جدا جدا. نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي الله ونبتدي النهاردة الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت كده حلة، ولعت البوتاجاز وجبت حلة حطيتها على النار تاخد دكر البط. زي ما قلت لكم طبعا هو جاي لي هدية. فقلت اعمل، كان عندي اوردر، فقلت اعمل جنب منه شوية محشي واسويه معاكم ونشوف طريقته. ضفت في الحلة معلقة واحدة زيت او سمنة، ما يزيدش عن كده. وضفت الخضار، بصلاية كبيرة متقطعة، وكمان طماطمتين متقطعين، وضفتهم شوحتهم كويس كده الاول. والحلة سخنت كويس، وهنزل بالبط. البطة هي جايالي متنضفة، وكمان مغسولة وزي الفل. يدوبك انا عدت عليها تاني غسيل، ونقعتها في ملح وليمون وشوية سكر وبس كده. بس هي كانت جايالي مغسولة ونضيفة. تمام. والله يا بنات، اللي يزور حد او حابب يجيب له هدية او كده، يا ريت تجيبوا يعني الحاجات اللي هي بتاعة البيت احسن من ان انتوا تجيبوا حلويات او تجيبوا حاجات تانية. مثلا زيت، سكر، لحوم بط، فراخ، اي حاجة من ديت. لو حابين رايحين زيارة لحد او عايزين تهدوا بحاجة، فدي احسن حاجة دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها والغلا اللي احنا فيه، ان انتوا تهدوا بعض بالكلام ده. بلاش بقى الحلويات والجاتوهات والكلام ده، ملهاش لازمة بجد. تقدروا تسعدوا اللي حواليكم بالحاجات ديت. في ناس كتير مفيش معاها مقدرة ان هي تشتري. ضفت بقى الخضار في معلقة سمنة او زيت، وهنشوحه كويس. وضفت الدكر البط، شوحته كويس جدا جدا مع الخضار، ونزلت بربع عود قرفة صغير، وكمان حبهان وورق لورا، وكمان 3 فصوص من الثوم متقطعين من النص كده. وشوحتهم برضو كويس جدا مع دجر البط. وطبعا كنت غليت مية على العين التانية، ونزلت على طول بالمية المغلية. ما ينفعش نضيف خالص مية من الحنفية. وضفت بعد ما ضفت المية المغلية وكده، ضفت بقى شوية من الفلفل الأسود. لو عندك فلفل أسود حصى يبقى أحسن طبعا. كمان برضو مش بغمق الشوربة وبخليها حلوة جدا. هاسيبها تغلي بقى شوية. وبعد ما تغلي شوية أنا هزودها كمان شوية شوربة، لأن أنا محتاجة شوربة. ببقى أحطها عندي علشان بحتاجها للأوردرات وكده، لو هسوي محشي أو حاجة. فأنا هاسيبها تغلي بقى كويس جدًا، يعني تغلي غلوتين 3 كده وتاخد درجة الحرارة العالية. وبعد كده هاهدّي النار خالص على البطة لغاية ما تستوي. أنا عايزاها تستوي براحتها خالص وتطلّع لي أحلى شوية شوربة. إن علّيتِ النار ما لهاش لازمة خالص إنِّك تعلّي النار على اللحوم أمّا تيجي تسوّيها، ما لهاش أي لازمة خالص. برضه هتاخد وقت السِوَى بتاعها، مش هتاخد لا زيادة ولا نقصان في وقت السِوَى. ومش مش هتطلّع لك شوربة حلوة. أهم حاجة تهدّي النار على أمّا تكوني بتعملي فراخ أو لحوم أو بَط أو أي حاجة من دي، تهدّي النار. وجرّبي طريقة في السلق كده حلوة جدًا، جدًا. شايفين ما شاء الله الشوربة حلوة جدًا. ما عملتش معايا ريم، عشان أنا سويت البطة بالطريقة المضبوطة. عمرها ما هتعمل معايا ريم على الوش، ولا تطلّع زفارة ولا أي كلام من ده. طبعًا المحشي ما لفّيتهوش معاكم ولا عملت معاكم التسبيكة، لإن أنا كنت حاشياه قبلها بيوم. كان عندي order وزوّدت شوية، عملت الدقيقة اللي أنتم شايفينها ديّة عشان أسويها جنب البطة. تمام. ضفت بقى الشوربة. خدت شوربة من الدكر كده، شوربة البطة. شايفين ما شاء الله الشوربة حلوة جدا، والبطة استوت وجميلة جدا. وظبطت القعد بتاع المحشي، وضفت له شوية من الملح، وعلقت عليه وسبته يستوي وعشان نقدمه مع البطة. شايفين الشوربة لونها عامل ازاي؟
ما شاء الله ما شاء الله حلوة جدا. جربوا الطريقة ديت لما تيجي تعملوا بط تسلقوه، هتعجبكم جدا جدا. هنقلي بقى كده البطة دلوقتي. ممكن تقليها بزيت بس، ممكن تقليها بزيت وسمنة، ممكن تقليها لو معلقة عندك سمنة بلدي اقلي بيها طبعا، هتديكي نتيجة حلوة جدا. انا ضفت كده معلقة كبيرة من السمنة. تمام كده. مش هنعلي النار قوي واحنا بنحمر البطة عشان تاخد معانا لون حلو وما تتحرقش مننا. خلي النار وسط كده وبالراحة على مهلك، عشان ما تتلسعيش. لان انا بجد انا ايديا متبهدلة بسبب ان انا بتلسع كتير جدا جدا. فالحمد لله، بس ده بسبب شغلي وكده. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا يا بنات لايك للفيديو، بالله عليكم لايك للفيديو علشان الفيديوهات بتاعتي تترفع شوية. المحشي خلاص استوى بقى حلو جدا جدا جدا. ريحته مش قادرة اقول لكم، وطعمه رهيب جدا. لو حابين اعمل معاكم طريقة المحشي والتسبيكة وازاي بعمله وازاي يطلع معايا بالطعم والجمال ده، اكتبولي في الكومنتات وانا هعمل لكم ان شاء الله ونصوره مع بعض. ما شاء الله حمرت بقى البطة كده من كل الاتجاهات. يعني بالراحة على مهلك كده، وحمراها من كل الاتجاهات عشان تبقى معاكي شكلها حلو. لو حابة تقطعيها قبل ما تحمريها قطعيها. والمحشي معايا استوى. عملته بس كده هزيته كده في الحلة علشان اقدر انزله في الصينية وبالشكل الجميل ده. ما شاء الله المحشي مفلفل مش معجن، ولونه حلو جدا وطعمه حلو جدا جدا. والله بجد الكاميرا ظلماه. آه، ما شاء الله هاعمله. لو انتوا زي ما انا قلت لكم، لو انتوا عاوزين اعمل معاكم المحشي اكتبوا لي في الكومنتات تحت، وانا هعمله معاكم. وهتاكلوا احلى شويه محشي. شايفين صباع المحشي عامل ازاي؟ ماسك نفسه ومش خارج رز، وطعمه حلو جدا. بسم الله. نحط بقى كده البطه في النص كده، وكده معايا الاكل جاهز. والف هنا للي اكلوا منه. وكده الدكر معايا البط اهو ما شاء الله. ده تقريبا كان بط بنجالي يا بنات مش سوداني. وده المحشي. وعملت كمان غرفت شوربه، وعملت طبقين سلطه. ممكن تعملي برضو جنب منهم تقلي بطاطس شيبسي. وحلو جدا. ويا رب تجربوها، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. خلاص كده. ده الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده ويكون خفيف على قلوبكم. وتكونوا يا رب بتستفادوا مني. واتمنى تجربوا طريقة سلق البط وقولوا لي برضو المحشي. مع السلامة.